وسهلا بيكم في حلقه جديده من الساعات. جالي رسائل وطلبات كتير ان اعمل حلقه مخصوص عن المصطلحات اللي بستخدمها في شرح ووصف الساعات. انا بصراحه كنت متخيل انها هتشرح نفسها مع الوقت، خصوصا انه بوصف كل حاجه بايدي قدامكم. بصراحه ما كنتش عايز الموضوع يقلب حصه فيزياء في ثانويه عامه، بس بعد الحوار اللي انتوا شايفينه على الجروب الواتساب مع اصحابي، وبما ان الموضوع دخل في منطقه قصدي لجات، يبقى لازم الحديث يتعمل. يلا بينا سوا نشوف انواع الساعات والمصطلحات وبترمز ليه. قبل اي حاجه الاسبريسو المظبوط. طيب دي مجموعة من الساعات معانا، عايزين نقسمهم لأنواع. أول نوع هو النوع اللي هو بنسميه الدريس ووتش، دي اللي هي الساعات الفورمال أو بنسميها الساعات الرسمية اللي بتتلبس في مناسبات رسمية. ده أول نوع عندنا. جوه الساعات الكلاسيك عندنا برضو ساعات الفينتج. الساعات الفينتج هي الساعات القديمة اللي عمرها فوق 40 و50 سنة. في نوع تاني شامل هو كل الساعات اللي بنسميها ساعات سبورتس أو ساعات رياضية. الساعات الرياضية دي بقى في منها إيه؟ في منها ساعة غطس، وساعة غطس تكون على نيتو ستراب، وفي عندنا كرونوجراف برضو بيصنف ان هو من الساعات الرياضية. طبعا الساعات الديجيتال من الساعات برضو السبورتس الرياضية. عندنا برضو ساعة الغطس، بس ساعة غطس معاها رابر ستراب. وعندنا دي اللي هي الساعة الكرونوجراف، وفي نفس الوقت برضو بيتقال عليها ساعة فيلد أو ساعة ميدان، ودي برضو ممكن تتصنف انها ساعة فيلد او تصنف انها ساعة كلاسيك. ده فيما يخص اشكال موديلات الساعات. قلنا في الموديلات الكلاسيك، قلنا في الفينتج اللي برضو تصنف تحت الكلاسيك، وفي السبورتس اللي فيها الغطس كرونوجراف والديجيتال والفيلد. بالنسبة لأنواع الموفمنت اللي هي بنسميها حركة بالعربي، دي اتكلمت عنها بالتفصيل في أول فيديو خالص، هسيب اللينك بتاعه في وصف الفيديو ده عشان تبصوا عليه لو عايزين تراجعوه. عايزين نشوف بقى كده الساعة بتتكون من إيه وكل حاجة إيه المسمى بتاعها. هناخد الساعة الكاسيو دورو كمثال. كيس بالعربي في ناس بيسموها علبة، بس ساعات بيسموها علبة أو بيسموها ظرف. يبقى لما اقول كيس المقصود بيها جسم الساعة ده. الكراون اللي هو ده، الكراون ده بيتسمى أوكرة، الساعتية بيسموه أوكرة، ده اللي بيتظبط منه الساعة والتاريخ. ولو المكنة اللي موجودة اوتوماتيك بيتشحن منه المكنة كمان. في كذا نوع من انواع الكراون. في الكراون ده اللي هو بتاع ساعات الغطس اسمه سكرو داون. يعني ايه سكرو داون؟ يعني هو جاي من سكرو، بلفه بقفل عشان ساعات الغطس يتعمل لها سيلينج عشان تتعزل من المية. بيكون جوه الأوكرة دي في حتة رابر أو كاوتش، لما بتتقفل بتروح عاملة عزل جامد جدا للساعة هنا عشان ما يخشهاش المية. في أنواع كراون تانية ده بيسموه بوش بول، يعني سحب ودفع. ده ما بيعزلش المية غير بنسبة أقل جدا، وده الكراون هو مفهوش سكرو. يبقى كده عندنا أنواع الكراون أو الأوكرة. طيب نرجع تاني لإيه تاني مكونات الساعة. مكونات الساعة برضو عندنا حاجة اسمها البيزل. البيزل ده ممكن تسميه الفريم أو الإطار الخارجي. الإطار ده في ساعات الغطس بيكون متحرك زي ما احنا شايفين عشان نحسب بيه وقت الغطسة، أو ممكن الإطار ده يكون ثابت زي هنا. يبقى الإطار ممكن يكون متحرك في ساعات الغطس أو ثابت، وساعات بيكون متحرك في الساعات جي ام تي. يبقى عندنا الكيس اللي هي العلبة أو الظرف، وعندنا البيز اللي هو الإطار، وعندنا اللاجز اللي عاملة مشاكل للناس كلها. اللاجز ممكن تسميها دراعات الساعة أو إيدين الساعة أو أطراف الساعة. وفي بقى عندنا الكيس باك. الكيس باك ده اللي هو إيه؟ ظهر الساعة. في منها بيكون كابس وفي منها بيكون سكرو داون زي ده عشان يحكم إغلاق الساعة، بيروح مقفول. وفي برضه كاوتشة بتعزل المية عن الساعة. الدايل اللي هو وش الساعة ده اسمه مينا، والقطع اللي موجودة عند كل ساعة دي اسمها انتسيز. الديت ويندو هو المكان اللي فيه التاريخ. الكريستالة طبعا واضحة من اسمها، هي الإزازة بتاعت الساعة، وفي منها زي ما قلنا 3 أنواع مشهورة: الأكليريك والمينرال والسفاير. طب ايه بقى الدايمنشنز اللي بنتكلم عليها في الفيديوهات بتاعتنا؟ الديامتر هو قطر الساعة، اللي هي أعرض نقطتين في علبة الساعة. ده أشهر مقاس معروف في الساعة. من المقاسات تاني التخانة بتاعت الساعة، اللي هي التخانة هنا من ظهر الساعة لغاية الإزازة بتاعت الساعة. عندنا اللاجويتس. اللاجويتس هي المسافة ما بين أطراف الساعة، دي اللي على أساسها بنحدد عرض الأستيك بتاع الساعة. الأستيك اللي هو الاستراب. طب اللاج تو لاج اللي عامل مشاكل للكل هي طول الساعة، يعني المسافة من أعلى نقطة لأقل نقطة
دي بنسميها اللاكتولاج، ودي من المقاسات المهمة جدا اللي محدش كتير بيتكلم عنها وما بيلتفتش ليها في تحديد الساعة المناسبة لمقاس الساعد بتاعك أو الريست بتاعك. من الحاجات برضو المهمة في الساعة وزن الساعة. الساعة لو تقيلة قوي ما بتبقاش مريحة، لو خفيفة قوي بتكون مريحة، بس في ناس ما بتحبش الساعات الخفيفة، بتحس إن الساعة مش قيمة، أو الساعة البيلد كواليتي بتاعتها وجودة البناء بتاعتها مش أحسن حاجة، يقولك لا أنا حاسس إن أنا مش حاطط في إيدي حاجة. وفي ناس بتحب الساعات الخفيفة، بدليل بقينا نشوف ساعات كبيرة معمولة من التيتانيوم عشان يكون وزنها خفيف في الإيد، لكن هي أذواق. أنا بصراحة بحب الساعات الموديوريت اللي هي حوالين ال 130 جرام 140 جرام، دي بحس إن أنا ماسك في إيدي أو لابس في إيدي ساعة قيمة، لكن في نفس الوقت مش تقيلة قوي ومش مضايقاني في إيدي. نقيس الساعة مع بعض. القطر اللي هو الديامتر عرض نقطة 40 مللي. اللاج ويتس اللي هو مقاس الاستراب او الستيك 22 مللي. تخانة الساعة 12 مللي ونص. اللاكتولاج اللي محير الناس معاه اللي هو طول الساعة حوالي 49 مللي. ممكن نقيس برضو مقاس المينا او الكريستالة حوالي 32 مللي، والكراون 6.3 مللي تقريبا. اتمنى يكون الموضوع واضح اكتر وتقدروا تتابعوا الفيديوهات اللي جايه بسلاسه. الساعات دي هوايه زي اي هوايه تانية، انت بتعملها عشان تكون مبسوط. ما دام لابس ساعه وبسطاك ما تسمعش لاي حد تاني. انا كده خلصت. قولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها تاني عن الساعات وايه المصطلحات الغريبه عليكم. قولوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه في الحلقات اللي جايه. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تقولوا لاصحابكم عليه، واعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. انا سامر جمال ودي قناه الساعاتي. اشوفكم الحلقه الجايه.